عليكم بتقوى الله والرجوع إلى الله إن أردتم النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فبالقرآن. القرآن. انظروا لحال الشباب، حال الأطفال. بالله عليك اخرج كده في الطرق والنواصي الشوارع، شوف الأطفال حالهم ايه، شوف حال الأطفال بقى عامل ازاي. والشباب، الطفل دلوقتي لما بيقعد على التليفون او الشباب في الشوارع والنواصي، الا وكل شغلهم الشاغل الاغاني، مهرجانات، فيديوهات، كليبات. ونرجع نقول ده الدنيا والحياة، المعيشة ضنك، المعيشة هم، المعيشة كلها اكتئاب، البيت في ضنك، الزوجة ضنك، الأولاد في ضنك، يعني غير برين بآبائهم. الزوجة منكدة عليك طول النهار، البيت كله جحيم. ليه؟ ما هو عشان خلى من القرآن، خلى من البركة. شوف دلوقتي حال الشباب، ابنك لما بيقعد على التليفون بيفضل شغال يراجع وليه ورد يومي، تليفونه كده مليان مقاطع دينية ومقاطع كده ومنشورات دينية او مقاطع ثقافية، اي شيء يثقف بيه، ولا مليان ايه؟ فتشت كده في تليفون ابنك ولا زوجتك ولا في تليفونك مليء ايه؟ التليفون مليان ايه؟ ماذا تريد ان يحشر معك؟ القرآن ام الغناء؟ لما ينزل عليك ملك الموت كده، ملك الموت، هتبعث على ما مت عليه. اول لما تموت بتموت كده هتبعث عليه. طب لو نزل عليك بقى والتليفون مليان اغاني وكليبات ومناظر اباحيه ومناظر فاضحه وخادشه للحياه، كلها عري وكليبات اغاني، هتقول لي ملك الموت ايه؟ اصبر عليا لما ادلت كل اللي على التليفون. هتبعث على هذا. حالنا ايه؟ كل واحد يسأل نفسه حالك ايه مع القرآن؟ ماذا تريد ان يحشر معك؟ القرآن ام الغناء؟ اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عمرك شفت حديث بيقول خيركم من تعلم الغناء وعلمه او سمعه؟ عمرك شفت حديث كده في حديث النبي؟ يا اخي فوق، عايزين نفوق. الشيطان كل همه عايز ياخدك لطريق الهوية. ده الله تبارك وتعالى اخبرنا بهذا في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. في ناس كتير ضلت قبل منك، وفي ناس كتير ضاعت، وفي ناس كتير دخلت في طريق الهوية. فكر ودبر واعقل الأمر. لما عايز ينزل عليك ملك الموت، ينزل ويلاقيك كده جميل ومستعد، قارئ وردك اليومي، تليفونك كله مقاطع كده جميلة ومنشورات هادفة، كله برامج دينية، كله أغاني وكليبات ومناظر عالية، حالك هيكون إيه؟ ليه عايز تخسر الآخرة؟ كل مشاكلنا، كل ما نحن فيه من ضنك وغم وكرب وهم، والله ببعدنا عن الذكر، لأن القرآن ذكر. أي واحد عنده اكتئاب عايش حياة كلها نكد، والله لو فتشت في حياته هتلاقيه بعيد كل البعد عن القرآن. مش القرآن ذكر؟ ده من أفضل أنواع الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف الملك يا أخي،
ما هو القرآن ده في كل سبل النجاة. القرآن في كل شيء بيوضح لك الحياة الكريمة، كل ما تتخيل في القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هيعيش ايه؟ في ضنك في الدنيا. طب والآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها